في الفيديو ده هنتكلم عن واحدة من أقوى سلطانات الدولة العثمانية، السلطانة هيام زوجة السلطان سليمان القانوني. بس الأول كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك ويشترك في القناة ويفعل الجرس عشان توصله كل الفيديوهات. اجتمع فيها الذكاء والجمال الطاغي والسلطة. اشتهرت روكسانا أو كما عرفت في الوطن العربي بمسلسل حريم السلطان باسم هيام زوجة السلطان سليمان القانوني بالكثير من الألقاب. في المصادر والكتب العثمانية تذكر باسم السلطانة خرم، بالأوروبية تعرف باسم روكسالينا. اسمها الحقيقي ألكسندرا. ولدت في بلدة شرق أوكرانيا تسمى روهاتاين عام 1505 ميلاديا لأب أوكراني أرثوذكسي. تم اختطافها أثناء الهجوم من تتار القرم على شبه الجزيرة. تم بيعها وأهديت إلى القصر العثماني لتلتحق بجوار السلطان سليمان القانوني في تركيا. أغرم بها السلطان وأطلق عليها هرم وتزوجها، وانتقلت من جارية إلى زوجة شرعية للسلطان. تعد السلطانة هيام من أقوى سلطانات الدولة العثمانية اللاتي كان لهن دورا كبير في تغيير الأحداث. يقال أنها كانت أول زوجة لسلطان عثماني تتدخل في شؤون الدولة السياسية. وجه إليها التاريخ العديد من الاتهامات، مثل ضلوعها في إعدام الصدر الأعظم إبراهيم باشا وأكبر أبناء السلطان سليمان وولي عهده الأمير مصطفى. بدأت كجارية وبعدها اعتنقت الإسلام. هي الزوجة الثانية للسلطان العثماني سليمان القانوني ووالدة ابنه وخليفته سليم الثاني. قامت ببناء مسجد ومدرستين لتعليم القرآن ومستشفى نسائي في اسطنبول، إضافة إلى حمام لخدمة المصلين في آيا صوفيا. كان لها تأثيرا سحري على السلطان وكان لا يرفض لها طلب، وأرجع المؤرخون ذلك إلى كونها فطنة ذكية لدرجة أنه يطلق عليها السلطانة المرحة. أصبحت هيام سريعا السيدة الثالثة للقصر بعد إنجابها ابنها الأول الأمير محمد عام 1521 ميلاديا. كانت عائشة حفصة السلطانة الأم وأم ولي عهده مهد فيران هما السيدتان الأولى والثانية بالقصر حتى أتت هيام. حدثت الكثير من الصراعات بينها وبين السلطانة الأم التي كانت طرفا فيها، ولكنها كانت دائما الطرف الأقوى بسبب عشق السلطان لها. كانت هيام السبب الرئيسي في غضب السلطان من زوجته مهد فيران ونقلها هي وابنها الأمير مصطفى إلى مانيسا عام 1533 ميلاديا. أصبحت هيام أول جارية يتزوجها سلطان عثماني، كاسرة بذلك كل قواعد الدولة. شهدت الدولة احتفالا كبيرا دام أكثر من 7 أيام، تلقت خلالهم الكثير من الهدايا القيمة من حكام الأقاليم ومجاملين السلطان وزوجته الجديدة. أنجبت للسلطان عدة أمراء وهم جيهانجير، محمد، بايزيد، عبد الله، سليم الثاني، السلطانة مهرمة. توفت عام 1558 ميلاديا بمدينة هيام، ودفنت في ضريح يتبع المسجد السليماني ليدفن زوجها بجانبها بعد وفاته. ذكر المؤرخون أنها ماتت مسمومة على يد واحدة من جوار القصر التي كانت على علاقة بالصدر الأعظم إبراهيم باشا التي تسببت في مقتله. وبكده انتقلت ألكسندرا من جارية روسية إلى زوجة سلطان وأم سلطان. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة. استنوا الفيديوهات الجاية معايا أنا هنا علي زي التاريخ ما بيقول.